عزيزي المشاهد، افضل ظهير ايسر في العالم مندش اللي تفوق على صلاح، وامبارح تفوق على لامين يامال. ما تزعلش، يعني هي دي الدنيا. لامين يامال لعيب صحيح موهوب، بس انت لو تشوف لقطات مندش هتعرف انه عارف طريقة ان هو ازاي يثبت لامين يامال زي ما ثبت محمد صلاح. فيا صديقي، جينا نشوف بقى على لقطات مندش ولامين يامال، هتلاقي ان هو كان قاطع عنه ميه ونور. ارجع دلوقتي، عايز اقول لك ان لامين يامال دلوقتي كل المدافعين والباكات اليسار هيطبقوا نفس النظام، كل الباكات الشمال هيتعلموا وهيتعاملوا مع لامين يامال بنفس طريقة مندش، هياخدوها نسخ لصق، هيغشوا كده من الورقة. وساعتها ايه اللي هيحصل؟ عشان كده انا كنت بقول اوعوا تقارنوا لامين بميسي، هتضغطوا لامين يامال موهوب تمام، فنان لسه صغير، لكن الطريقة دي لما كل الباكات وكل الباكات اليسار يلعبوا نفس طريقة مندش على لامين يامال، عايز اقولك ان لامين يامال هيتوتر، مستواه هينزل، هيقعد شوية ما ينجمش، يحاول يغير طريقته، ممكن ما يعرفش يغيرها بسهولة، يستمر بعدم التنجيم، بعدم ان هو يكون نجم، هتلاقيه بيهبل في الملعب فعلا. فاهدوا شوية عليه. ميسي ايه؟ ميسي كان في الماتش الواحد بيغير طريقته 7 مرات. لو واحد يعني لو مندش ده مع ميسي، والله العظيم ما كنت تشوفه، والله كان في مهب الريح. ميسي كان اكله النجيله فعلا. موضوع ان لامين وميسي، اللي هيجي ينافس ميسي انت هتعرفه من اول لمسه. تاني، اللي نعرف ان هو ممكن يبقى زي ميسي هتعرفه من اول لمسه. هتلاقيه سلس في الكوره، مش بيتعب فيها، بيعدي بطريقه طبيعيه. اهدافه كانه بيشرب كوبايه شاي كده، بيبص يعني تبص عليه الهدف سهل، الهدف حلو. ساعتها نقول هو ده اللاعب الموهوب، هو ده اللاعب اللي عنده موهبه ربانيه زي ميسي، مش محتاج ان هو يتعب ويعافر عشان يجيب جول. وصلت الفكره؟ اهدوا على لامين شويه، لامين موهوب جدا، بس اوعى تقارنه بميسي. الاستمراريه مهم، يعني احنا ما شفناش امبارح لامين بامان، فلامين كله هيلعب نفس طريقه مين؟ مندش معاه. فاهدوا عليه شويه، عشان الضغط الشديد عليه ده ممكن ان هو ما يخلوش يستمر بطريقه